السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونيش يا جماعة في اللايك والاشتراك للقناة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، ويقعد عليكم الأيام بخير إن شاء الله. بصوا بقى، حطينا حبة زيت، حتة ليا قطعناها كده صغير، وعشان تدي الأكلة بتاعتنا دي طعم حلو بقى. ده كان الفطار بتاعنا بتاع النهارده فرشنا خلاص الحمد لله وخلصنا وخلينا الدنيا زي الفل. بس انا عملت المطبخ بعد ما عملت الفطار ده. تمام كده. حطينا حبة الزيت وحتة اللية وكام قرن فلفل دول واربع بصلات وسط، وهنقلبهم زي ما انتم شايفين كده. تمام. تمام، عملنا حتة أكلة فظيعة. عايزة بقى تعمليها سندوتشات، عايزة أكيد إن شاء الله تعملوها كده في الفطار في العيد بإذن الله، فهتعجبكم قوي والله. طلع طعمها تحفة. قلبناها لغاية لما دبلنا البصلاية كده، وبعد كده حطينا عليها الصدق أو السجق، وهنشوحه زي ما انتم شايفين كده مع بعض لغاية لما ياخد من البصل والثوم كده والفلفل. وبعد كده يا بنات هنحط ايه بقى؟ الطماطم يعني والبهارات وكده. فقلنا النهاردة نفطر بقى أي حاجة، حاجة سريعة كده، عشان كنا محتاسين بقى وقلبين الدنيا وكده. بس الحمد لله خلاص خلصنا وفرشنا وكله تمام زي الفل. وبكرة إن شاء الله هروح لماما بعد الفطار أفرش لها كمان أنا ومرات أخويا، ويبقى كده خلاص كله تمام. كل سنة وانتم طيبين المرة التانية يا جماعة. حطينا بقى بهاراتنا على الأكلة دي. طبعا البهارات اللي عندك زي ما اتفقنا قبل كده تحطيها. أنا حطيت شوية بهارات لحمة، شوية بابريكا، شوية كزبرة طبعا، والملح والفلفل أسود. بس مش كتير بقى عشان هو فيه فلفل أخضر زي ما انتم شايفين كده. تحطي شوية فلفل صغيرين أسود. وهنشوحهم بقى حلو قوي كده. وبعد كده لو عندك بقى جوزة الطيب تبشري كده ايه شوية يعني صغيرين، بيديها طعم وريحة حكاية. حاجة سريعة وخفيفة وحلوة، وزي ما قلت لك هتبقى حلوة قوي في سندوتشات. لو عملتي لو عملتيها سندوتشات يعني في العيد، او تفطروا بيها يعني في اي وقت، حلوة قوي. اديني ببشر اهو جوزة الطيب دي اهو. بعد كده حطيت الطماطم وغلوة واحدة يعني. بصوا، بس ما تزوديش طماطم يعني. يعني على الكيلو صدق ده حطينا 4 بصلات، قرنين فلفل زي ما انتم شايفين كده، واتنين طماطم بس، حبيتين طماطم بس. وقلبي بقى اللي انا حطيت البهارات الاول، لسه حطيت الملح بعد كده يعني في الاواخر. بصوا شكلها ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ومتنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.